السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عرفنا ان يوتيوب نزلت ميزة جديدة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي المتعاونون. فلو عايزين نستخدم الميزة دي، ان هي نقدر من خلالها نروج لفيديوهاتنا بطريقة قوية جدا جدا. ان احنا ممكن نستخدم فيديو جديد او فيديو قديم، ان احنا ندور على متعاون الفيديو ده يظهر على قناته، ونقدر نستفيد بكل الجمهور بتاعه انه يشوف الفيديو ده. فدي بتزود بشكل قوي جدا جدا نسبة المشاهدات على الفيديو، وكمان بتزود عدد المشتركين، اللي هو ممكن يوصل المشتركين معاك في فيديو واحد ل1000 مشترك لو المتعاون رشح الفيديو بتاعك ونوه تنويه صغير انه الناس تشترك في الفيديو ده او تشترك في القناة دي. فكل اللي هنعمله هندخل على استوديو اليوتيوب بالشكل ده، وندوس على كونتنت او المحتوى. ولما ندوس على المحتوى هنختار وليكن فيديو بالشكل ده، اي فيديو قدامك بالشكل ده، او انت عايز تروج له او عايز تخلي او عايز تضيف عليه اي متعاونين. هندخل بالشكل ده وننزل لتحت كده، وبعدين شو مور، وبعدين نرجع تاني ننزل لحد ما نلاقي الميزة دي اللي هي كولابوريشن او المتعاونين. لو عملت invite collaborator بالشكل ده تظهر لك القائمة دي. كل اللي علينا ان احنا هنعمل ايه؟ اولا القائمة دي ايه مكتوب فيها يو ار ان كنترول، يعني انت تقدر الوحيد اللي تتحكم في الفيديو بتاعك. واكسباند ريتش اللي هو بتقدر يقول لك هو help your video reach your collaborators audience، اللي هو من خلال الفيديو بتاعك هتقدر تزود انتشار من خلال المشاهدين بتاع المتعاون. وعندك فول اونر شيب، انت الوحيد المالك للفيديو، يعني لو الفيديو محقق عليه ربح او متحقق عليه ارباح فانت الوحيد اللي هتستفيد بالموضوع. كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ سيرش، عشان احنا عايزين كل اللي هنعمله هنعمل بحث عن القناة، او لو معانا رابط القناة هنحطه بالشكل ده ونقول له بيست. تطلع القناة بالشكل اللي قدامنا ده. هنا بيقول لك كرييت لينك، بمجرد ما بتدوس عليها كرييت لينك بيطلع لك اللينك بالشكل ده. تقدر تاخد اللينك شير وتشيره على الواتساب تبع القناة بتاعة المتعاون او الفيسبوك بتاع المتعاون. المهم انك ممكن تبعتوله باي شكل من الاشكال. وبالشكل ده انت ممكن تعمل حتى من غير ما تبعت اللينك، ممكن تعمل سيف. بمجرد ما بتعمل سيف كده بيتبعت له تنويه انه في حد عايز يتعاون معاك. الشكل اللي احنا شايفينه ده قدامنا بيقول بيندنج اكسبتانس، ده معناته انه الموضوع معلق لحد ما هو يقبل الدعوة. فبمجرد انه هو قبل الدعوة كده بتقدر الفيديو بتاعك يشتغل، او الفيديو بتاعك يكون معمول له تعاون مع القناة بتاعه او مع فيديو معين من فيديوهاته، وبيقدر يعمل عليه تنويه للمشاهدين انه اشتركوا في القناة او شاهدوا الفيديو ده. بالشكل ده الفيديو بتاعك هيحقق انتشار واسع جدا جدا جدا. في هنا حاجة مهمة جدا برضو اللي هي allow analytics viewing. دي من خلال الخاصية دي لو فعلتها كده المتعاون بيقدر يشوف احصائيات الفيديو بتاعك، عامل كام مشاهدة، محقق قد ايه ارباح، بيقدر يشوف كل احصاءات الفيديو. لو ما فعلتهاش كده مش بيقدر يطلع على احصاءات الفيديو. المهم جدا جدا وانت بتدور على متعاون، دور على شريك متعاون ذكي وليس منافس عنيد. دي كده كانت ميزة من أجمل أو أهم الميزات اللي أطلقها يوتيوب، واللي من خلالها القنوات الصغيرة تقدر تستفيد كويس جدا إن هي تحقق مشاهدات كبيرة أو تحقق سبسكرايبرز كتير أو مشتركين كتار جدا من خلال التعاون مع قنوات أكبر أو مع قنوات عندها مشاهدين أكبر. لو حسيت إنه الفيديو مفيد متنساناش من الاشتراك ولايك واشتراك في القناة. شكرا جزيلا.